كان رمضان زمان مختلفا، ليس لأن الزمان كان أجمل، ولكن لأن القلوب كانت أقرب، والأيام أبسط، والبركة حاضرة في كل تفصيل صغير. مع أول أيام الشهر الكريم كان الصباح يحمل رائحة خاصة. يخرج الناس إلى السوق مبكرا، يتبادلون التهاني بابتسامة صادقة. رمضان مبارك، الله يدخل علينا بالصحة والعافية، والله يبلغنا ليلة القدر. لم تكن الكلمات مجرد عبارات، بل دعوات صادقة تخرج من القلب. كان السوق يعج بالحركة، أصوات الباعة، روائح التوابل، أكياس الدقيق والتمر المرتب بعناية. كل شيء يوحي بأن شهرا عظيما قد حل. خلال النهار لم تكن الهواتف تسرق الوقت، ولا الشاشات تستهلك الساعات. كانوا الناس كيشغلوا أوقاتهم بترتيل القرآن. في كل بيت صوت تلاوة، أب يقرأ، أم تراجع مع ابنها، شاب يجلس قرب النافذة يتأمل الآيات. وكانت عادة جميلة تزداد في رمضان، وهي القراءة، خصوصا فترة السبعينات، حين كان الشباب يقصدون أقرب مكتبة، يقتنون كتب السيرة والقصص الهادفة والكتب الدينية والثقافية. كان الكتاب رفيقا حقيقيا، وكان رمضان فرصة لتهذيب النفس والعقل معا. أما الأطفال فكان لهم عالم خاص. الذين لم يبلغوا بعد كانوا يحاولون تقليد الكبار، كي يتجمعوا فيما بينهم، يتفقون أن يصوموا نصف يوم أو يوما كاملا إن استطاعوا. مرة يصوم أحدهم حتى الظهر، ومرة حتى العصر، ويتنافسون بحماس طفولي بريء: أنا اليوم كملت نهاري كامل. وعندما ينجح أحدهم في صيام يوم كامل لأول مرة، تكون فرحته عظيمة، وتقام له احتفالية صغيرة داخل البيت، كأنه حقق إنجازا كبيرا. أما برامج التلفاز والراديو في السبعينات فكانوا يقدموا برامج رائعة، برامج هادفة ومسلسلات ومن منا لا يتذكر سيف ذو يزن في الإذاعة، وغيرها من القصص الجميلة والرائعة التي لا تعد ولا تحصى. بالفعل كانت أجواء جميلة تقام في رمضان من جميع الجهات. ومع اقتراب المغرب كتبدأ البيوت في التحول. الأمهات ينشغلن في المطبخ، ريحة الحريرة، التمر والخبز البلدي الساخن الذي يخبز على نار هادئة. كانت رائحة الخبز تخرج من البيوت فتملأ الأزقة، حتى يشعر الحي بأكمله أن وقت الإفطار قد اقترب. وقبل الآذان بلحظات كان الأطفال يخرجون للعب في الحي، وقد خلا من المارة. ضحكاتهم تتردد بين الجدران، قلوبهم خفيفة، ينتظرون صوت الآذان بفارغ الصبر. ثم يرتفع الآذان ويذهب المصلون لأداء الصلاة. بعدها يرجعون إلى بيوتهم لتناول وجبة الفطور، فيسود سكون عجيب، كأن الزمن توقف للحظة. يجتمع الجميع حول مائدة الإفطار: تمر، حريرة، خبز طازج، شباكية، وأيدي مرفوعة بالدعاء. لقد كان للإفطار طعم خاص، ليس فقط بسبب الطعام، بل بسبب الاجتماع، خصوصا حين يجتمع الأقارب في بيت واحد. الأعمام والعمات والأجداد والأطفال يملؤون المكان حركة وضحكة.
ومنهم من كان يغتنم الفرصة ليخرج إلى الحي ليلعب ويمرح، لأن وقتها يكون الحي فارغا ويكون اللعب بمتعته. سعادة عارمة، دفء عائلي وشعور لا يمكن وصفه بالكلمات. بعد الإفطار كيستعد الجميع لصلاة التراويح، كيخرجوا الرجال والشباب ومعهم حتى الأطفال، وكيلتحقوا بهم الجيران، كيمشيو جماعة للمسجد. وفي مشهد يعكس روح التآخي كيعمر الجامع بالمصلين، صفوف متراصة، قلوب خاشعة، وأصوات القرآن تتردد في الأرجاء. وفي فترة السبعينات كان رمضان أيضا وجه إعلامي مختلف. لم تكن القنوات كثيرة، لكن البرامج كانت ذات قيمة. كنا نجتمع أمام شاشة واحدة، كنتابعوا البرامج الرمضانية اللي كانت كتبثها التلفازة، وكما شرنا الراديو كذلك. لحظات مشاهدة جماعية، لا أحد يمسك هاتفا ولا أحد منشغل بعالم آخر. والراديو كما قلنا كان له سحر خاص. صوت المذيع عبر إذاعة المغرب كان يدخل كل بيت، يحمل برامج دينية، مسابقات ثقافية، وأحاديث رمضانية مؤثرة. كان الناس ينتظرون برنامجهم المفضل طوال اليوم، وكيفرحوا به كأنه عيد صغير. وبعد التراويح كيبداو الزيارات، الجيران كيمشيو يطرقوا الأبواب عند الأقارب، وكيتبادلوا الجلسات، شاي بالنعناع، حكايات قديمة، ضحكات صادقة. وملي كيجي السحور تستيقظ البيوت مرة أخرى، أمهات كيبداو يعدون الطعام ويخبزن الخبز البلدي، والرائحة ديالو اللي كتعبق في الأزقة، تلك الأزقة الهادئة، حتى يسمع صوت النفار أو يطلق المدفع معلنا نهاية السحور، فيشرب الجميع آخر رشفة ماء، وتبدأ رحلة صيام جديدة. اليوم تغير الكثير، تعدات القنوات وكثرت المنصات، ولا كل فرد شاشته الخاصة عنده. قلت الجلسات القراءة، وخفات زيارة الجيران، وأصبح البعض يفطر وهو ينظر إلى هاتفه. لسنا نقول أن كل شيء اختفى، باقى هناك عائلات كتجتمع، وباقى المساجد كتعمر، وباقي الخير موجود. لكن هناك تفاصيل صغيرة كنفتقدوها، ذلك الشعور الجماعي، ذلك الانتظار، تلك البساطة. ربما لم يكن الزمن أجمل، ولكننا كنا أكثر حضور في لحظاتنا. وربما إذا قررنا أن نحيي بعض تلك العادات، أن نقرأ من جديد، نزور بعضياتنا، أن نطفئ الهواتف ساعة الإفطار، يمكن نسترجع شيئا من ذلك الجمال. فالأجواء لا يصنعها الزمن، بل نصنعها نحن. ورمضان مازال كيمنحنا الفرصة كل عام لنعود أقرب وأصفى وأجمل.